في ناس بتفرض عليك تقديرها واحترامها. الناس دول بنسميهم ولاد الأصول، وهو وصف دقيق ليهم، لأن الأصول دي هي أصول قيم ومبادئ، والقيم بتكون سمو وعزة لصاحبها، لأن أصل القيم هي صفات الله وأسماؤه، وربنا نفخ فينا من روحه. قال تعالى: ونفخت فيه من روحي. فالقيم موجودة جوانا، لكن في اللي بيفعل وجودها فتنعكس على أفعاله وسلوكه وأفكاره، وفيه اللي بيطمس وجودها من الأساس. ولاد الأصول تلاقي كلامهم وأفعالهم ليه مرجعية ومنطق سليم، فحجتهم بتكون قوية، فاختلافك معاهم ليه سقف، غلطهم برضه ليه سقف. الناس دي بيكون لهم هيبة، فيهم صدق بيديهم قوة وثقة وثبات. ثقة في النفس مش منبعها المظاهر ولا عوامل خارجية، أصلها ثقة في الله منعكسة على تفاصيلهم وتصرفاتهم. ردود أفعالهم مختلفة موزونة، مرجعيتهم مش أهواء ولا انفعال لحظي ولا مجرد مود متحكم فيهم. ما بيعرفوش يبقوا بوشين ولا يعرفوا يتعاملوا مع اللي بوشين. وجودهم بيطمن. اختلفت أو اتفقت معاهم عارف آخرهم إيه. اختلافهم مش بيجرح ولا بيكسر، بيعرفوا يعتذروا، بيعرفوا يتراجعوا، بيعرفوا يتعاملوا برحمة. تعرف تناقشهم ويقنعوك أو تقنعهم. الناس دي حرة ملهمش ماسكة، مستغنين بالله هو مصدر قوتهم وسلامهم النفسي. تلاقيهم في حالهم مش شاغلهم غير المطلوب منهم، بتحركهم المسؤولية وبتلزمهم الكلمة، ووعودهم كلمة. عشان كده أفعالهم محسوبة وكلمتهم محسوبة. مدركين قيمة الصدق والحق، هو الوازع اللي بيحركهم مش ضغوط الآخرين وتأثيرهم. عارفين اللي ليهم واللي عليهم، مهتمين بتفاصيل في التعاملات بإحساس عالي جدا حافظ لهم رونقهم دايما، وبينفذوا ده بمنتهى التلقائية والبساطة. فبيراعوا نفسهم وبيراعوا الآخرين، فتلاقيهم ناس فيهم شياكة ولطف من غير تكلف. الآية دي حرفيا شرحاهم. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلله العزة جميعا. ربنا ربط العزة بحاجتين بس هما الخلاصة: الكلام الطيب والعمل الصالح. هما دول مفاتيح العزة والهيبة واحترامك لنفسك. هما دول اللي بنسميهم ولاد الأصول، وصف فيه تكريم وفيه مسؤولية. الناس دي وجودها رزق، ومعرفة قيمتهم بصيرة، والحفاظ عليهم شكر. دمتم بخير.